عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم أنا عند فن مقناص، في عندهم هناك واحد مزيون. يبون هاك المزيون هذاك ما مشى شيء، ماشي 30 كيلو ويعدل بولمبات وكل شيء، ما شاء الله تبارك الله. هذا أنا جيت أصور الموتر، جاي لهم عندي شغل وجيت أصور الموتر وهو ما قبل. أوريكم وش شغلاتهم. شرحت أنا قبل شغلاتهم في سنابات سابقة، وما يمنع المضافين الجديدين يشوفون الإضافات. النظرة الأولى ما تقول إنه مركب شيء أو مسوي إضافات، شغله ما شاء الله مثل شغله وكالة، أسلاك وكل شيء. هذه اللمبات مركبة هنا، وهنا الفيوز والأفياش شغلهن ما شاء الله. هذه نارتها، بطارية إضافية، لكن الكبوت ما في مكان، حطوه هنا. بطارية إضافية هنا، ومكانها آمن ومربوطة ممتاز ولا عليها أي خطر. طبعا هذه جافة، بطارية جافة. طبعا هذه الدقمة تركبها حق البطارية عشان تفصل بين الدينامو وبين البطارية الأصلية، عشان ما تأخذ الكهرب، يكون كهرب فقط سحبه على بطارية إضافية. وهذه علبة فيوزات، بحيث أنه لو أي شيء احترق أو يضرب الفيوز هنا. اسنا من الكبوت طفي ونروح للغمارة وريكم وش الإضافات. هذا مشبك اليو اس بي، واللي بجنبه الفيش إذا ركبت كوبس خارجي، هذا فيشة، وهذا فيش الكهرباء، هذا فيش كهرباء مع مفتاحه، وهذا الفيش الصغير عشان طفي اليو اس بي، يعني نضغط عليه طفت اليو اس بي. محول الكهرباء حاطين تحت المرتبة هنا، هذا هو قوته 1800 واط، مثبت صح. نجي الآن المرتبة اللي ورا، شوفوا وش الزيادات. طبعا عندنا هنا اليو اس بي مركب، وهنا فيش كهرباء بعد ثلاثي. زيادات المرتبة الخلفية بس هذه. نجي للشنطة، وما أدراك في الشنطة. بعد تجارب وبعد أشياء كثيرة سووا هالطريقة اللي توفر مكان بحيث تحمل أكثر أغراض. جاي اليوم عشانها الطبق ذا. طبعا الطابق وشو فكرته؟ انه بدون ارجل، كله تعليق على مسامير خشب برازيلي عازل للماء، الوزن ما في وزن، ويتحمل الى 300 كيلو. نجي للثلاجة. الثلاجة سوالها مجرى بحيث انه تسحب الثلاجة تنفتح، راح اوريكم الان. وهنا سووا عازل بحيث انه ما يجي تضر الثلاجة او شيء، مع مراعاة ان حرارة الثلاجة ما ترتفع. هذه فتحات، وهنا في فتحات، لذلك ما عندك اي مشكلة هنا. راح اوريكم. نفتح هذه، نسحبه، نفتح هذه، نسحب الثلاجة، اسحب زي ما تشوفون. صار المجرى على نفس. طبعا هذا وش سالفته؟ راح اوريكم سالفته، لكن شوفوا وضع الثلاجة الآن جدا ممتاز. طبعا اللي يقول وين العفريتة وشلون طلع العفريتة لازم تطلع ويحط لها مكان ثاني. هم حطوا لها مكان ثاني بس ما ادري وين حطوها الآن. هذا الباب اللي اقول لكم اياه وش سالفته. هذا الباب شوفوا عازل وحامي، نفس الوقت ينظم قشك ولا يطلع يضرب باب الشنطة لو كنت محمل شيء، وراح تستفيد منها أشياء كثيرة. لو فتحته مثلا، لو فتحنا الباب ايش نستفيد من الباب؟ نحط القش عليه ونقدر. طبعا هنا ما سووا لها قاعدة الآن، أنا جيتهم وهم هذه الفكرة. هذا مغاط زي المغاط، وهذه تمسكه، تفتح الباب وتثبت الباب، تصف قشك، حتى لو بغيت تغسل مواعين ولا شيء. وانا متاكد ان اللي بيستخدم نفس الطريقه هذه بيستفيد منها اشياء كثيره، خاصه ان باب الباترو يفتح على فوق، ودائما الناس يبون الباب يفتح على. هذا ألمنيوم وما يصدي حتى لو جه ماء او شيء.
هنا فصلاته. نجي الآن للتانكي. التانكي طبعا فك المراتب وحط هنا تانكي. تانكي 100 لتر، شيل 100 لتر من الماء. ألمنيوم مثبت. تقدر تعبيه من فوق وتقدر تعبيه من تحت إذا كان عندك دينامو. هذه الحنفية وهذا البزبوز يتعبي منه إذا كان عندك دينامو. تشبك اللي هنا وتعبيه، يتعبى التانكي. وهذا اللي الثاني لي تغسيل، يعني تفكه طلع اللي هذا تغسل. وهذا لو تعبي عندك قدر كبير تعبيه بسرعة. عندنا هنا اللمبة ما شاء الله تنور لك المكان. طبعا فيه إنارة على الباب الخلفي، هذه الإنارة. وهنا المفاتيح، هنا مكان المفاتيح، هنا مخفية ما شاء الله. النور الفوقي شوف زي ما تلاحظون، خلينا الشبك أو السلة اللي فوق. يعجبني فيهم الابتكار، كل ما جيتهم لقيت شيء جديد. شوف الآن فيه لمبة هنا 8 واط ولا تنشاف. طبعا الابتكار ما يجي إلا بعد تجربة، والتجربة أنهم سووا هالطريقة، تفتحها صار عندك 8 واط. بعض مرات النور إذا فتحته الأسفل هنا عندك ما ينور، فايش سوهم؟ حطوا لك الفاصل هذا تميل اللمبة. الآن مالت اللمبة بحد ذاتها تكفي. أنا الصراحة دائم إذا نزلت أغراض هذه منطقة متر ممكن ما تنشاف من اللمبات، فهذه حلت المشكلة. طبعا هنا يقول لي إن في لمبة راح يركبونها 100 واط. 100 واط 100 واط هذه تنور البر كله، لكن الآن ما ركبوها. جيتهم أنا هنا يمشون مع الضفيرة وسلاكهم كلها آمنة. شوف متن السلك. هنا في شيء ما وريتكم إياه، أروح أوريكم إياه. موتور الهواء، شوفوا هنا ركبينه. هذا هو نشغله ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها سنابات اللي تخص البطل. إن شاء الله أن أفدت واستفدت أنا بعد أولكم. الله يعطيكم العافية. انشروا حساب. نسيت أهم شيء، فن مقناص بالرياض بمستودعات هسلي مخرج 16. موجود لهم حساب على انستغرام. اللي حاب يشوف موقعهم على جوجل ماب يكتب فن المقناص وراح يطلع له بإذن الله. حياكم الله.